يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ربنا يستر. ثانية واحدة. محمد بيك، اخبارك ايه؟ تمام يا فندم، كله زي الفل. طبعا، حضرتك عايز تشحن ايه؟ ابعادها قد ايه؟ 26 متر طول، وقطر التيوب كام؟ 8 متر. ديامتر 8 متر في 26 طول. حاوية ايه يا محمد بيه اللي تشيل 26 متر طول؟ حضرتك الحاوية ال40 طولها 12 متر. لا يا فندم، دي نون تراديشنال لوجيستكس تكنيك خالص، طريقة تانية بشكل مختلف. طيب خلينا نقعد مع بعض وقول لحضرتك احسن طريقة نقدر ننفذ بيها الموضوع ده، تكون مناسبة وتكون efficient زي ما احنا متعودين. شكرا يا فندم. مش اي حاجة ينفع تتنقل بنفس الطريقة. لما يبقى عندي تيوب طولها 26 متر قطرها 8 متر، دي اكبر من اني اشحنها بالتراديشنال تكنيكس زي اني استخدم كونتينر او الحاويات في البيزنس بتاعي. النوع ده من البيزنس ليه اسمه مختلف، اسمه البروجكت لوجيستكس، الاوفر دايمنشنال كارجو، او حتى التشارترنج بيزنس. في النوع ده من البيزنس انت بتبقى طبيعة البضاعة اللي عندك طبيعة مختلفة، ليها طريقة شيل او تحميل مختلفة، تعتيق مختلفة، حتى الشحن بيكون مختلف. يعني عمرك فكرت مثلا الذرة، القمح، السكر بتيجي ازاي؟ هل انت متخيل مثلا ان في مراكب اسمها بيبو، بالك ان باجز اوت؟ يعني المركب تتحط فيها البضاعة صب، وهي نازلة عند المينا بتطلع في صورة شكاير او بتطلع في صورة باجز، جامبو باجز بديفرنت سايزز. طب يعني ايه ان انا هاخد مركب لحسابي؟ ده احنا بناخد حاوية وبنقعد نشتغل. هي دي ليها تيرمز، ليها تشارترنج تيرمز مختلفة تماما، ليها شكل مختلف تماما عن الستاندرد تيرمز اللي انت بتستخدمها في الشحن. البروجكت لوجيستكس داخله في حاجات كتيرة قوي ممكن تكون بتتفرج عليها بشكل عام ومش متخيل او ما سألتش نفسك هي اتنقلت ازاي واتشحنت ازاي. فكرت مثلا في الريش بتاعة طواحين الهواء اللي الريشة ممكن طولها يوصل ل70 و80 متر، اتشحنت ازاي؟ فكرت في وقت من الأوقات الطيارات اللي بتتنقل كبادي على بعضه اتنقلت ازاي؟ فكرت في الريج موف، براريم البترول، شركات الحفر اللي بتاخد بريمة وتروح تحفر في موقع وبعدها تاخد البريمة وبتحفر في موقع تاني، الريج موف ده بيتم ازاي؟ طب لو انا بجيب خط انتاج، بجيب مصنع كامل بمعداته بالماشينز اللي هي اوفر دايمنشنال دي، هشحنها ازاي؟ لو انت شفت ونش عملاق، جرار، حفار، بيتنقل ازاي؟ كل اللي احنا بنتكلم عنه ده بيعتبر تحت بند ان هو اوفر دايمنشنال كارجو او ODC. فهمي للODC والطبيعة الشحن للODC بيعلمني ازاي اتعامل مع التشارترنج ايجنتس، الشركات اللي بتقدر ان هي تكلم فيسل اونرز وتوصلني بيهم علشان اقدر ان انا اخد الديل بتاعتي في اني انفذ نقل بشكل efficient وفعال يوصل بمرونة للكلاينت بتاعي at cost. هي الكوست مهمة. تخيل انك بتنقل رملة، هل تعرف ان في تكلفتك وانت بتبيع رملة تكلفة الشحن عندك اغلى من ثمن الرملة نفسها؟ يبقى لازم تكون الطريقة بتاعتك extremely efficient علشان ينفع البيزنس يفضل موجود والتريدة تكمل للآخر والديل تكمل بالنسبة للكلاينت. طب هسألك سؤال، فكرت على سبيل المثال لو مركب حمولتها 50,000 طن، هي المركب دي ينفع تخش في مواني معينة ومواني تانية لأ؟ ومهم جدا انك تعرف المركب دي ايه الأوناش اللي راكبة عليها، والمركب دي ايه التجهيزات اللي فيها، وعمر المركب تفرق. على سبيل المثال هي المركب دي عليها أوناش بحمولة قد ايه تفريغ وتعتيق، هتفرق في ايه؟ لو جيت فكرت مثلا ان المركب هتقف في المينا وتعمل بيرثنج عند حتة معينة جوه الرصيف، وهي في الرصيف المركب دي هتقعد عدد ايام، كل يوم الفيسل اونر ده بيعد فلوس. تخيل المركب دي وقفت علشان تحمل 50,000 طن،
لو انت المصنع بتاعك بيخرج 5000 طن، المركب دي هتقعد كام يوم مستنية 5000 طن؟ هتقول لي 10 أيام. طب هو حتى لو هيعرف ان هو ينقل في 10 أيام وهياخد ابروفلز وتصاريح انه يستناك 10 أيام، اول حتة هتسأل نفسك هي معدلات التحميل يوميا تستوعب اني احمل يوميا 5000 طن؟ ليه؟ ما هو ده البرودكشن اللي جاي لي، انا بخرج 5000 طن في اليوم. هل الاوناش اللي في المينا والاوناش اللي على المركب تعمل استيفادورنج في الوقت اللي مطلوب؟ لان لو الوقت عدى صاحب المركب هيدفع للمينا فلوس اكتر. طب السؤال التاني، تفتكر ال 5000 طن دول لو بيتنقلوا على عربيات حمولة العربية 50 طن، يعني حضرتك محتاج 100 عربية. انت متخيل ان هيبقى عندك اسطول كونفوي ماشي من اكتوبر لمينا السخنة علشان كله عربيات علشان تنقل الكم ده؟ يبقى اكيد في طرق تانية مختلفة تفكر بيها، زي ان يبقى عندك ترانزيت ويرهاوس موجود في المينا. الكلام ده ممكن يفرق معاك في حاجات كتير. لما تفهم ممكن تعرف مثلا ان في تيرم ممكن تتفق مع الفيسل اونر والتشارترنج وتقول لهم انا عايز اخد هاف ديسباتش. يعني لو في يوم احنا اتفقنا عليه انك هتخرج منه في المينا وقدرت بحكم اني عملت لك هاندلنج للعربيات اللي خارجه وللتعتيق العربيات ولتحملها على المركب، اني اوفر عليك اليوم ده، يبقى البادجت اللي انت كنت عامل حسابك هتدفعها للمينا قلت. ولان احنا في السبلاي تشين عندنا كولابوريشن ووين وين، فطبيعي ان طالما وفرت عليك فلوس تدفعها للمينا ان انا كمان يتوفر عليها فلوس في تكلفه الشحن. الترمز كتير ومختلفه وكومبليكيتد. يعني على سبيل المثال ممكن اقول لك انا مسؤول عن اني اوصل لك البضاعه، بس انا مش مسؤول عن اني احملها لك، او انا مسؤول عن اني اوصل لك البضاعه واحطها لك على المركب وارفعها، بس انا مش مسؤول عن الترصيص وان انا اعمل لها اللاشنج وان انا اطمن ان طول ما البضاعه دي في الرحله مش هيحصل لها اي دامج او يحصل لها اي كوليجن نتيجه حركه المركب دي في عرض البحر. على سبيل المثال مش بس في التشارترنج عند المركب، انت لو بتعمل بروجكت لوجيستكس وعندك كمان تراكنج، في عربيات اسمها تلسكوب. تلسكوب هي نوع من انواع العربيات اللي بتستخدم للحاجات الطويله. ضربنا مثال واتفرجنا من فتره على السعوديه لما كانوا بينقلوا الطياره اللي كانت ماشيه في شوارع السعوديه علشان التجديد. الطياره دي استخدمت نوع معين من التراكنج كان سبيشالايزد اسمه ترين والتلسكوب علشان تقدر ان هي تتحرك وينقل الطياره دي باجزائها ويمشي بيها في شوارع البلد. هل التراكنج بالنسبه لي مهم؟ هل انا ببقى محتاج انواع متخصصه من المعدات؟ انواع متخصصه من المعدات في اللودنج والانلودنج، انواع متخصصه من المعدات في التحميل. طب هسألك سؤال، يا ترى النوع ده بيتشحن ازاي؟ بالكيلو؟ بالطن؟ ولا بالسي بي ام؟ ولا بالسكوير متر؟ ولا ايه؟ كل دي حاجات في شغل التشارترنج انت لازم تكون عارفها وفاهمها. وات اف ان انا الفيسل اونر بعد ما عرفني عليه التشارترنج بارتي او التشارترنج ايجنت جه وقلت له هروح اتكلم مع الاونر ده على طول واقول له يلا نشحن انا وانت سوا، انا خلاص مش محتاج الراجل اللي عرفنا على بعض. غلطه بديهيه ممكن تقع فيها وطبيعيه، بس في شغل التشارترنج ممكن تكلفك كتير. ممكن تكلفك انك تبقى بلاك ليستد على البينكو سيستم وما تلاقيش اي فيسل اونرز تانيين يرضوا ان هم يشتغلوا معاك. لو حصل ولقيت بنود كتيره في الكونتراكتس محتاج تفهمها، تيرمز واجريمنتس وبنالتيز وانسنتيفز محطوطه عليك جوه الكونتراكت. عقد التشارترنج ممكن يبقى عقد متكون من 30-40 صفحه، لازم تبقى فاهم كل سطر فيه، شايف البنالتيز اللي عليك وشايف الانسنتيفز اللي من حقك لو انت نفذت اكشنز معينه. التشارترنج بيزنس الكوست بتاعته عاليه جدا، زي ما احنا قلنا ده ان تراديشنال لوجيستكس تكنيك، ولانه ان تراديشنال لوجيستكس تكنيك فاكيد الريسك فيه مختلف واكيد البروفيت فيه مختلف.